رواية احتلال الأرض قصة الأبطال الأربعة. تأليف عمر تامر يوسف حسن. هذه قصة من وحي خيال المؤلف لا تمث الواقع بشيء. أبطال القصة: عمر تامر، يوسف محمد، زياد وليد، محمد خالد. الفصل الأول: بداية الغزو. كان يوما عاديا في مدينة الإسكندرية، لكن فجأة ظهرت أضواء غريبة في السماء. مروحيات الجيش وسيارات الشرطة بدأت تتحرك بسرعة نحو الميناء، حيث هبطت أول مركبة فضائية. عمر ويوسف ومحمد وزياد كانوا مجتمعين في شقة عمر يراقبون الأخبار على التلفاز. لقد وصلت قوات فضائية مجهولة إلى كوكب الأرض. جميع المواطنين يطلب منهم الالتزام بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر. عمر نظر لأصدقائه وقال: عمر، مش كفاية نقعد كده، لازم نعرف هم عايزين إيه وإزاي نوقفهم. يوسف: بس إحنا شباب صغيرين، إزاي هنواجههم؟ محمد: مش لازم نكون في الصفوف الأمامية مع جيش، نقدر نشتغل في التخطيط والمراقبة. زياد: صح، لازم نكون أذكى منهم. قرر الأصدقاء الخروج في مهمة استطلاع سرية. ارتدوا ملابس سوداء وأخذوا أجهزة اتصال وخططوا للتحرك نحو المنطقة التي هبطت فيها المركبة. في نفس الوقت الجيش والشرطة كانوا في مواجهة مباشرة مع الفضائيين. كانت المعركة عنيفة. الجيش يحاول استخدام الدبابات والطائرات لمواجهة المخلوقات. الشرطة تحاول حماية المدنيين وتنسيق الإخلاء، لكنها تجد نفسها محاصرة من قوة الفضائيين الغريبة.